فوق انا في قلبك يا ابو عماد. طلاق من زوجتي لا اكذب عليك، لاني انا اعزك وداري انك انسان على نيتك. طيب انا في قلبك. بعدين اسمع، دخلنا نعلق من ايام الجني ونحن دائما نعلق عندك بالكومنت، بس ما حد داري انك لا تزعل من التعليقات، بالرغم ان ما نعطيك لك كلام سيء. انا بقول لك نعطي لك كلام نحمل البث ونحملك الجوله بس. ما غلطنا عليك ولا اي شيء. بس هذه الفتره انت قالب علينا، قلبت علي. ماشي انت يا اسمع لحظه، اسمع خبيك كلامك. اوكي. يسعد الله اني اعزك من داخل قلبي. قلت انهم في ناس يدخلوا لي، هذا اول حاجه. قلت انهم يلعبوا بعقلي. انا رجال وابو اطفال، ما انا طفل ولا اي حاجه. اي واحد بيجي يلعب على عقلي. انا انسان كبير وانا عارف ايش العمل وايش صرف. انت قلت انه مدلوز يلعب بعقلي وغيره وغيره. وقلت امس انه احب الاوفياء يدخلوا بداعمين، ومصور عندي البث والله وكلهم مشاهدين. قلت حب الاوفياء هم انت عامر عليهم مدلوز يخلوا الداعمين. عن بلاد. ها هذاك حق مزح نحن والصياد على هاتك يا ابو عماد. لا وقال انه مدلوز. لا هذا يثبت علي ان انا قد غيرت علي داعم ابو حرب موجود وانا ارضي بواحد من جهالي. لا سن عليك وعلى عيالك يا والله استنى يا فيصل انا مريض علي ان انا قد دخلت لداعم ولا قد كلمت داعم ضد ابو عماد، او ان انا مزحت معاه مزح ثقيل. اما بالنسبه تكلمنا على بلال سعيد صحيح، تكلمنا قلنا لقوا الداعمين يدعموك ضد البنات. اسمع انت دقيقه من يدعم ولا ما يدعم الله. دقيقه يا ابو عماد. انا من الاستهتار. ابو عماد شوفي، هو ما يزعل من انسان الا هو يعزه. ايوه ما يزعل من انسان الا هو يعزه. والواحد ما ينقهر الا من شخص عزيز وغالي على قلبه. الحين الدنيا بني وحصل الذي حصل. ابو عماد يعني هو هامتنا الوطنيه في البرنامج هذا، هو الذي يسلينا في البرنامج هذا. عشان لله ما ندخل له، عشان ندخل له عنده خير والبركات. تمام. الان بما انه ابو عماد يعني كبيرنا وعاقلنا، ما عليه الا مدلوز وحب الاوفياء واي واحد، وانا اقدم اعتذاري انا عنهم يا ابو عماد، اعتذاري الشديد. اذا قد حصل شيء منهم ولا اي حاجه فانا ارضيك لو ارضيك براس ابني. الله. وانا اقدم اعتذاري قدام الجميع. وانا اقدم اعتذاري. ثاني مش هذا الكلام. وانا اقدم اعتذاري والله لا ارضي واحد من عيالي. تعرف ان حضرتنا قلت بعتزل البرنامج اليوم، انهم رجعوني قالوا تعال ابو عماد بيجي البث لهنا. لا اني احبك. وانا كمان احبك يا ابو عماد. ولا انزلك من القصر ولا صياد. والله الله يعدم اولاده يا ابو عماد اللي يزعل منك. امزح معاكم ونضحك. عارف بهذا الشيء. حاشا لله ورسوله والملائكه. وتايرون اعتذر وذا في تعليقاتها. والله العظيم من سبب المشاكل انه هو يا ابو عماد. انا خلاص يا انت حضرتني بعده. لازم اعرف منه، لازم اعرف يعني وجهه بالمفهوم. طلعت الجرو هذاك من دون الكلب. طلع هو هذاك صورته. الحاج حمود لازم اعرف وجهه. ما كان يطمن عليك وانت مريض يوم في كورونا الحاج عمود. لازم بيتصل بك وبيبكي ولا انا نسيت. قسما بالله يا ابو عماد ما يمزح معك وما يجي يكلم معك بهذه الاشياء اللي يحبه. انا مطلق من مرتي لو هو حتى خادم، بس ما يكون الشخص اللي في بالي. بس ما حد عارف انه انت جدي يا ابو عماد ولا ورب العزه ما حد. لا يا ابو عماد، لا والله انت قدك انت تعرفه، يمكن تعرفه وتعرف اسرته، ومن اسره يعني من محترمه وابوه محترم وهو محترم، يشهد الله انه يدخل يضحك فوق راسي. اذا هو فوق راسي هو انت قدك يوم تكلمت بالبث انا عاد ارجع اقول لك اذا فوق راسي. لا يكون الملعون ابو حرب. والله يا تايرون والله واقسم بالله ما اكذب عليك. لا ما هو ابو حرب. يا ابو عماد احنا محكمين ومرضيين، لا زعلت ولا هذا. تحياتي لا نحبه. تحياتي لكم كلكم. لحظه رقم 7 رقم 7 علي الحرام ما تنزل من القصر لما بعد ما تفك الحظر الان. لحظه طلق
السلام عليكم. عليكم السلام. خلاص يعني الاعتذار صفة الكبار، وابو عماد قلب الكبير، وهو الهامة حقنا الكبيرة، وزي ما قلت لك يا ابو عماد، لا غلطوا عليكم، غلطوا علي انا شخصيا. الله يطرح لك الخير. وانا مستعد ارضيك لو براس ابني. انا فانهم عند المره وبيجي طرح لك البركه. خلاص واذا شوف يا ابو عماد، اذا اعادوها مره ثانيه والله انه صوت كلكم بكم، لكن انا يعني اذا ما تقول به ناس ينتهز الفرصه، في ناس ينتهز الفرصه ينخش بحري بدون ما ادري وانت عارف يعني بالاسماء قد اسماء منتحله ومسموم، هذا يعني ما حد يقبلها على نفسه. طيب دام يا ابو عماد نحن تصالحنا، انا اقول لك يا احب والله فك الحظر على مدوز وفك الحظر علي الان. يفك الحظر ذا الحين وعلى تيرون وعلى الشيخ الحاج حمود. فكيت عنك وعن تيرون وعلى مدلوز حتى رجع لي الحظر لانه هو رجع لي الحظر. خلاص قد رقم صعب. لا يتك الحظر عنهم جميعا، خلاص احنا قاعدين بوجينا ولا حضرناك جميعا. وجه رقم صعب يا ابو عماد. قد دخلت وجيه. وهذا الأطوار هجر، هذا هجر، وهذا هجرك يا ابو عماد. الصياد خلاص فك عليه الصياد. هذا الصياد علي، والصياد الصياد علي، لانه هو قد يعني حاول، لان قدره كبير وهو قدره كبير. الله المستعان. والله اشتكت دي الصياد الان اتصل له الان بتصل. اتصل الصياد ضروري، الصياد والكل لانه رده حبيبي صايع قول لي عندي حسين كل حالة طوارئ. لا ما بالله دقيقة، اطلع دقيقة بس. انا وقف على جنب شوي. حاضر انا اطوف عليك كذا. فيصل عاد انا محبوس. ها احنا عند حسين الان يفكهم الان. انا اتصل له، هو جاي علي الحرام السجن حق ابو عمار كله برد وثلوج. يا اقول لك مريض لو لا خرج من نازل ولا خرج من طالع لي 4 ايام ما يعلم به غير الله. دعوة المظلوم يا ابو عماد، دعوة هذه دعوة المظالم يا ابو عماد. دعوة المظلوم يا ابو عماد. من ظلمت حب لو فيه ومدلوز وحمود وتيرو. اتحدوركم حكم علي حسين هذا الصياد وصل. طلع الصياد يا حسين. طلع الصياد. ارجع ابن الدولة غير الدنيا. عليك ده ورقان ابو عماد يعني ما رضي يسامحهم. قلنا له كيف فيصل؟ كيف اخبارك وكيف انت؟ والله الحمد لله حبيبي. كيف انت؟ صياد حيا مو دورت مني يا والد نفك السجن على الجماعه. خلاص الان يفكه الان. قال ما يفتك الا بوجود الصياد، قلنا بوجود الصياد. يا صياد تخيل قد دخلت وجهك جبلة امس. يعني انا رفضت اوامري. هذه نلاقيكم يا جماعه. والله كبيره. قلنا لا الصياد بكل ترفض. لا صدق يا ابو عماد. خلاص لا عزلوا تعوروها. خليها اصلح. يا علي ولد زايد، يا علي ولد زايد. ما رضي يفك. قال ما قلت لك انا بدي اروح. انا تفديت له وذيك وحجرته يومي. بعدين لما طلعت لا بس انه غلط كان تصبروا عليه يومين لما يرجع. كان ابو عماد يقطع مسخن حالته وديته له البريه. لا شوف انا يعني مشيت بالحاج انه شخص بيني وبينها زي ما تقول يعني ضربت نص. والله انهم كلهم هذا الذي حضرت بالنسبه لي اطيب ناس ولا احبهم من داخل قلبي. لا انا اكذب عليك. وقلت والله زي اخوتي لا اعتبرهم. يعني ما هي الا ضحكه وزبقه. لا ندخل نضحك ونزبق. ما لقيت منهم اي حاجه يعني تسيء اليك ولا والله يرجع عليهم. وانا داري نعم. بس كله من باب المسك بيني وبينك وانت عارف. هو هذا كله كله والله لا نضحك ونزبق. على ما عودتنا انت على الضحكه والزبقه. والله ما انا جاد. لكن حاجه نخشه. لا الحين يا ابو عماد قد بقى اساطير التوك توك هانا. خلاص فك والله ما الحق.
كلهم